ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الديربي، عن مباراة القمة، مباراة الأهلي والزمالك. الأهلاوية والزملكاوية بدأت قلوبهم تدق، بدأ الأدرينالين يزيد، بدأ الناس يجي لها كوابيس، وفي ناس مش عارفة تنام وخلاص فاضل يوم على الماتش أو أقل. طريقة لعب نادي الزمالك، تشكيل نادي الزمالك، أسلوب لعب نادي الزمالك، وده أهم حاجة في الماتش هنتعرف عليها، وهي أسلوب اللعب. وزي ما انتم عارفين وفاهمين، طريقة اللعب حاجة واسلوب اللعب حاجه. يعني طريقه اللعب 4-3-3، 4-2-3-1، 4-4-2، 5-3-2، كل دي طرق لعب، بس اسلوب اللعب بيبقى حاجه ثانيه خالص، وده اللي هنتعرف عليه. وقبل اي شيء صلي على النبي صلى الله عليه وسلم واعمل لي شير وفولو لايك ويلا بينا. تشكيل نادي الزمالك الاول لمباراه القمه، التشكيل المتوقع. طبعا في حراسه المرمى في ناس كتير بدات تتكلم وتقول لك، واراء كتير تقول لك عواد يلعب الماتش، عواد خبرته اعلى في المطوشه دي، عواد حظه حلو قدام الاهلي ودايما بيعمل مطوشه كبيره قدام الاهلي. طب يعني بالعقل كده وبالمنطق، صبحي من بدايه الموسم هو اللي بيلعب وماشي كويس جدا واداؤه ممتاز، وبيعرف يلعب بطريقه لعب المدرب، وهو بيلعب برجله كويس، وحارس سيادي وحارس بارد. يبقى احنا في لحظه كده بين يوم وليله نقوم حاطين عواد من الدار للنار؟ طب لو لا قدر الله عواد لعب وغلط او ما كانش موفق، مين اللي هيشيل الليله؟ المدرب ولا عواد ولا مين بالظبط؟ فطبعا في حراسه المرمى هيبقى محمد صبحي زي ما هو، وده بيميز نادي الزمالك الفتره الاخيره اللي عنده ثبات في التشكيل عكس النادي الاهلي. هتلاقي طبعا باك يمين لا خلاف على عمر جابر، قلبين الدفاع حسام عبد المجيد واسماعيل. وحسام عبد المجيد ركز بالله عليك يا احمد حسام، ركز يا حسام، عشان انت ماتش الجونه اللي جون بسببك، وفي ماتش تاني وادي دجله في جون بسببك، فيعني ركز يا حسام، ركز وطلع اللي في دماغك. طبعا باك شمال اسد المغربي محمود بن تايج. نص الملعب بقى المدعكه هنا طبعا لا خلاف على دونجا ستة، عرفنا قيمتك يا دونجا، وما شاء الله عليك يا ابني، واستمر على المستوى ده، ودايما بتبقى متفوق ومتالق في ماتشات الاهلي. وعايزك تحط اللاعب اللي انت هتلعب عليه مان، سواء زيزو بقى او امام لو لعب او اي حد او بن رمضان، تحطه في الشنكار، تحطه في جيبك من الاخر. طبعا هيلعب مع دونجا عبد الله السعيد 8 وناصر ماهر 10. جناح يمين طبعا لا خلاف على البرازيلي، هيرقصها صنبل باذن الله، اخوان الفينا بزيرون. الناحيه الشمال بقى هي هنا الخلاف بقى، هل هيعتمد على شيكو بنزا من بدايه الماتش، ولما نزله في الماتش اللي فات كان بيجهزه في ماتش الجونه، ولا هيكمل بادم الكايد؟ انا حاسس ان هو هيكمل مع ادم الكايد وهيستمر بادم الكايد، وده اللي انا شايفه افضل. خلي شيكو بنزا ورقه رابحه معاك. طبعا مهاجم لا خلاف على عدي الدباغ، وده بيمثل ميزه في نادي الزمالك، ان هو عنده ثبات في التشكيل، واي حد يقدر دلوقتي يقول تشكيل نادي الزمالك. ممكن يحصل مفاجاه مفاجاتين بالكتير، هي مفاجاه واحده، مش هيحصل اكتر من كده. نيجي بقى نتكلم في اسلوب لعب نادي الزمالك، اللي هي اهم حاجه في الماتش، هتلعب ازاي. يانيك فيرا بيعتمد على الاستحواذ، وبيبدا الهجمه من تحت من عند صبحي، ويلعب الباصات القصيره والبوزيشن جيم والباصات اللي هي الصغيره، الشورت باص والكلام ده كله. هل هيستمر على كده قدام النادي الاهلي؟ وطبعا ده في حاله الهجوم. في حاله الدفاع بيبدا الضغط عالي على الفريق من قدام، وبيضغط باربعه خمسه من قدام، بيحاول يغلط الفرقه اللي قدامه ويستعيد الكره بسرعه. هل قدام النادي الاهلي هيلعب بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب؟ طبعا اسلوب اللعب يعني 4-3-3 او 4-2-3-1 ممكن تطلع منه كذا طريقه. يعني عندك مثلا يورجن كلوب او اسلوب مع ليفربول دلوقتي، اسلوب لعبهم رغم بيلعب 4-3-3، جوارديولا بيلعب 4-3-3، مورينيو بيلعب 4-3-3، الاربع مدربين بيلعبوا 4-3-3. بس عندك كلوب واسلوب بيلعبوا ضغط عكسي، عندك جوارديولا بيلعب بوزيشن جيم، استحواذ، تيكي تاكا زي ما بيقول، عندك مورينيو بيلعب دفاع منظم وبيلعب على التحولات. هل يانيك فيرا هيستمر بالطريقه بتاعته اللي هو بيبدا الهجمه من تحت، شورت باص، جمل، في الحاله الدفاعيه بيضغط من قدام؟ ولا انا شايف انسب طريقه ممكن يلعب بيها، اكتر حاجه بتضايق الاهلي وبتخليه عنده ثغرات، سيب للاهلي الكوره، دافع كويس جدا، وما تلعبش ضغط عالي، وما تلعبش دفاع متقدم، سيب الاهلي يجي لك والعب على المرتدات، عشان الاهلي عنده مشاكل دفاعيه بالكوم، ودي ظهرت قدام الفرق اللي بتدافع قدام النادي الاهلي. ظهرت في ماتشات كتير، ظهرت في ماتش مودرن، ظهرت في ماتش المحله، ظهرت في ماتش اللي فات الاهلي دخل فيه جونين في ماتش الحرس. كل الماتشات الاهلي تقريبا دخل فيه جوان ما عدا ماتش السيراميكا، والفرق كلها كانت بتدافع وبتلعب على التحولات وعلى الهجمات المرتده وعلى اللعب في ظهر المدافعين بتاعه النادي الاهلي. الاهلي عنده مشكله ولازم نستغلها. انا شايف انسب حاجه وانسب طريقه ان احنا
ما نعتمدش على الطريقه بتاعت يانيك فيريرا. معلش هنستثني الماتش ده، يعني الماتش ده ليه حسابات تانية. الاهلي لو سبت له، لو لعبت ضغط عالي والاهلي عرف يطلع بالكوره ولعب في ظهر حسام عبد المجيد بطيء، ولعب في ظهر المدافعين عندنا، الاهلي عنده سرعات. زيزو لو لعب، تريزيجيه، امام لو لعب، هيبقى عندنا مشكله وعندنا شوارع. لازم تلعب دفاع متاخر، وبتلعب على التحولات وعلى المرتدات، وتلعب على اللعب الكرات الطوليه في ظهر المدافعين، ودايما تحاول تجمع اللعب في جبهه وتنقل اللعب في الناحيه الثانيه. عن طريق عبد الله السعيد بقى، ناصر ماهر. اتمنى ان يانيك فيريرا يختار الاسلوب المناسب، سواء هو بقى استمر بالاسلوب بتاعه او غيره. اهم حاجه في الماتش ده اختيار الاسلوب المناسب، واهم حاجه تقسيمه الماتش. هتبدا اول ربع ساعه ازاي؟ طبعا هو فاهم الكلام ده كله، ومعاه ناس فاهمه الكلام ده كله، ومعاه محللين اداء. بس هو التوفيق بتاع ربنا بقى، اللي انت يخليك تختار الطريقه الصح والاسلوب الصح، وان شاء الله نكسب، وباذن الله نرجع فرحانين، وباذن الله سكور 3-0 لنادي الزمالك. سلام يا زملكاويه.